المقاطعة ممكن اقول انها الضغط معنوي اكتر من اقتصادي على الدول اللي بتدعم اللي ما يتسموش. بس في حوار المقاطعة ده في كام وجهة نظر كده المفروض ان احنا نفكر فيهم الاول عشان نعرف اذا كان الموضوع ده صح ولا غلط. بما ان الموضوع ما فيهوش صح 100% او غلط 100%، فانا هقول لكم شوية افكار كده نفكر فيهم مع بعض، بس اهم حاجة من غير تخوين ومن غير عصبية. اول ما بنفكر في حوار المقاطعة اول حاجة بتيجي في بالنا الشركات اللي هي بتدعم الجهة اللي احنا عايزين نقاطعها بشكل مباشر، ولغاية هنا بنفكر ان الموضوع منطقي. بس اللي مش منطقي بقى ان احنا بدأنا نخش في سكة تانية تماما. بقالنا فترة حلوة قاعدين بنسمع كل شوية اخبار ان الحكومة المصرية قاعدة بتجذب استثمارات من بره عشان الشركات الاجنبية تفتح مصانع هنا، وبقى الكلام اللي احنا كلنا حافظينه اللي هو بتاع هي فرص عمل، الاقتصاد ينتعش، الشركات تبتدي تشتغل هنا كمان في مصر، ويشوفوا ان في دولة متعثرة اقتصاديا وبيحاولوا يقوموا. كان في جمله كده معينه ان في ناس دايما بيقولوها ان انا مش هعرف اقاطع منتج مكتوب عليه صنع في مصر. وانا هنا حابب اتكلم في كذا نقطه بقى. عايز اتكلم عن الشركات، ان في نوعين من الشركات، ان في شركه معينه بتبقى ليها مصنع هنا بتعمل المنتج ده عشان كده بيكتبوا عليه صنع في مصر. مصانع زي دي لو قفلت في الاف مؤلفه انهم هيقعدوا في بيوتهم، البطاله هتزيد. ايوه في شركات كبيره هيخافوا يستثمروا هنا في بلدنا وهنرجع تاني لورا مليون خط. وفي نوع تاني من الشركات اللي هو بيبقى مجرد وسيط ما بين شركه بره وشركه هنا في مصر، بيبقى عباره عن موزع من الاخر. ده اللي بيودي الدولار في داهيه، انه بيبقى مجرد انه بيشتري بضاعه وبيبيعها في مصر، مش زي الباقي ان هم بينتجوا. بيبقى في عمال تصنيع، في مصانع شغاله، في نقل، في بلاوي كتيره قوي. حابب الناس تفكر بطريقه اللي هو عقلانيه شويه، بلاش جو ان احنا يعني حتى لما بنيجي مثلا باجي بكلم مع حد معين بقول له هل انت تقدر مثلا تقاطع شركه ابل، سامسونج، الشركات اللي هي بتاعت الاجهزه الكهربائيه والباقي، فبسمع جمله كده ايه، هتلاقي صوت العقل فجاه طلع ويقول لك ان ما لا يدرك كله لا يترك كله. ايوه، ما ده اللي انا بتكلم فيه بقى، ان احنا هل احنا دوله صناعيه وكبرى واقتصادنا قوي عشان نيجي يعني بفرده الصدر الجامده دي؟ اكيد لا. فالموضوع المفروض يتاخد بالتدريج، ان احنا بندعم المنتج المحلي، ودي اكتر حاجه صح ان احنا نعملها، بس ان احنا ما نقفلش فرص عمل تانية غير لما يكون موجود غيرها. بلاش نرجع ل 2011 ونيجي نتكلم ان الدوله دي المفروض ان احنا نهدها كلها ونبنيها من الاول. بلاش نتعامل مع اقتصاد الدوله انها عماره بنهدها وفي يومين هتطلع. احنا مشكلتنا ان احنا عايزين ناخد الموضوع قفش، ان احنا نقفل كل الحاجات الاجنبيه والحاجات اللي هي اللي ملهاش بدايل عادي مفيش مشكله نعديها. الموضوع ده لازم يتاخد بالتدريج. ولما حد يتكلم على اللي هو شوف روسيا عملت ايه، قارن ما بين اقتصاد روسيا، التعثر اللي احنا فيه دلوقتي والبهدله. لو انت واحد من اللي بيتاثروا باللي بيحصل في مصر، هتلاقي دايما كلامك ان المرتبات وحشه، اقتصادنا بايظ، الشركات بتقفل وبتهرب لبره. بس لما تبقى انت بره الموضوع ويبقى في بني ادم تاني بيشتغل في منتج تاني مستورد او في مصنع، كل اللي انت هتقوله ان ما يلاقي شغل تاني، ما ربنا يعوضه. صوت العقل بيطلع والايمان بيبقى كبير قوي. كل اللي محتاج تفكر فيه دلوقتي ان صوت العقل يبقى اقوى من يعني العاطفه وجو يعني العفياجه اللي احنا بنتكلم بيها دلوقتي. لان للاسف يعني المتضرر الوحيد هو الاقتصاد المصري. لو كلامنا فعلا النقطه دي صح، يبقى احنا اللي هنتضرر في الاخر. لما يبقى في دوله عظمى ويعني بيتكلموا على مقاطعه منتج معين، هقول لك ان في البديل موجود من زمان وكمان مدعوم ويعني سهل قوي انه يقوم. بس ما نجيش احنا اللي هو يعني يكون مثلا واحد رجله مكسوره ويعني عايز يدخل سباق سبرنت 100 متر يا تاني يوم من غير فتره التاهيل اللي بتبقى في النص دي. ادعم المنتج المحلي بس ما تزودش بطاله. خد الموضوع بالتدريج عشان نعرف نقوم على رجلنا صح. ما يجيش مثلا في فتره المقاطعه دي في شركه معينه مثلا من دوله ما جايين هيفتحوا مصنع هنا وهيبقى فيه استثمارات، اقتصادنا يقوم، واحنا قاعدين بنتكلم بمقاطعه. هل ده منطقي؟ كل اللي بقوله ان دي مخاوف جوه دماغي اللي هو بفكر بصوت عالي شويه، محتاج حد يرد عليا. ويا رب يعني اللي احنا نعمله فعلا ونبقى مجتمعين عليه كلنا يبقى فيه الخير لمصر، وان شاء الله ربنا يكرمنا.